الحمام ومضروبه وكانت بتنزف دم من دماغها وفي الحمام. فرحمه بتصوت كده وبتقول لها ايه، كانت مضروبه وبتنزف ازاي؟ انت ما قلتليش كده ليه امبارح؟ قالت لها انا ما اعرفش ومش عارفه ايه، وتوترت وخفت، وانا اصلا عندي فوبيا لما بشوف دم. معلش يا طنط رحمه. ايه ده، هي ممكن يكون مغمى عليها اصلا من امبارح وقاعده في الحمام. فبيقول لها خلاص مدير المدرسه احنا نروح ونشوف الحمام ده، رغم ان الحمام ده اصلا مقفول ومفيش اي حد بيجي جنبه. فبياخد بعضه وبياخد مدام رحمه وبياخد مريم وبيروح لام سيد وبيقول لها افتح الحمام ده. فبتقول له معيش المفتاح، ما انت عارف ان الحمام ده مقفول على طول. فبيقول لها افتح الحمام يا ام سيد باي طريقه. فبتقوم ايه فتح الحمام ماشي. وبعدين بيخشوا ما يلاقوش طبعا ايه اثر لاي حاجه ولا دم ولا اي حاجه. فبتقول لهم ايه ده، لا كان في دم هنا. مريم بقى هي اللي بتقول ايه ده، ايه ده، لا ده كان في دم هنا ومش عارفه ايه، انا متاكده. فرحمه بتقول لها بقول لك ايه يا مريم، انت كده في حاجه بتكدبي فيها ومخبياها عليا. فبتقول لها لا والله العظيم ما بكدب عليكي ولا بخبي عليكي اي حاجه، هو ده كل اللي حصل، انا بجد دخلت لقيتها مضروبه ومش عارفه ايه في الحمام. فبتقول لها خلاص احنا نروح نعمل ايه محضر في القسم. وفعلا بيروحوا القسم وبيعملوا محضر باختفاء ايه هنا. فبتقول لهم ان برضو ان بنتي اتضربت في الحمام وزميلتها شافتها وهي بتنزف في الحمام بتاع المدرسه، وان في حد ضربها هناك. فبيقولوا لها خلاص لا ده انت تخش بقى ايه لرئيس المباحث. ولما بتدخل بقى لرئيس المباحث فبيقول لها ايه طب انت ليه سبتي صاحبتك اصلا وهي بتنزف؟ فبتقول له عشان انا عندي فوبيا ومش عارفه ايه وكده وتعبانه وبعدين لقيتها هي بتزعق لي بتقول لي امشي اطلعي بره ومش عارفه ايه، وانا ما كانش ينفع ان انا اسيبها بس هي اللي اصرت. قعدت تحكي له بقى ايه اليوم بتاعها اصلا كله مش ازاي من بعد ايه من بعد ما سابت هنا في الحمام تمام. وبعدين بيقول لها طب ما هي ايه هنا بعتلكوا رساله على الجروب اهي. فبتقول له لا اصل هنا ما بتبعتش الرسائل كده، هنا بتتكلم بتحط فاصله فين وبتحط نقطه في اخر الكلام ومش عارفه ايه. فلا مش دي هنا، ده ممكن يكون حد تاني خد تليفونها.